فلقيت كلمة الحمد لله جميلة قوي والله. فقلت ليه الواحد ما يعملش لنفسه كل يوم شوية كده يقول الحمد لله، وقت يقول فيه الحمد لله. فاكتشفت، تصدق بقى، اكتشفت ان احنا بنقول الحمد لله بعد كل صلاة 33 مرة. تصدق؟ بس للأسف الشديد مش زي بتاعة المكروب اللي فرج عنه فقال الحمد لله. بنقولها ازاي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا 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 لا. قل الحمد لله. دي الامر. ربنا قال لك قل الحمد لله، ما تقول يا ابني الحمد لله. الحمد لله، بس الحمد لله قولها صح. انا بقعد اولادي الاطفال الصغار امامي كده وبالعصايه بالخرزانه، قولي الحمد لله. الحمد لله لا، او قول له لا اله الا الله. عايز اسمعك وانت بتقول الله، مش لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. ما تنفعش كده. لفظ الجلاله ينبغي ان يؤثر في قلبك. من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فلذلك لما تقول الحمد لله قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مش الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما ينفعش. وانا بشوف صوابعكم وانتوا في ختام في اذكار الصلاه. سبحان الله. ايه يا عم رايح فين؟ وكلمت وحخ سوداني قبل كده، اللهم ارحم الموحدين من السودانيين. كلمته قبل كده وانا قاعد جنبيه بعد الصلاه وقاعد يعمل كده يعمل كده، فقلت له انت بتقول ايه؟ قال لي هو فهمني. صراحة انا مش فاهم هو بيقول ايه، بس خلاص لما ربنا يعلم ماذا يقول خلاص.